طحين سبايسي، سلطة جرجير، يا الله. المطعم اللي بأقل من سنة فتح فرعه الرابع بحي الروضة. تجربتنا اليوم من مطعم رزمار. نوعين من الرز يقدم لك بس رز البشاور ورز البخاري. ما يدوخك بكثرة الخيارات، واللي جازي بهالمطعم يعيشك بتجربة غير شكل. الفرع كامل مصممينه على الطراز السلماني. تستمتع بتجربتك بالاكل وبجلستك داخل الفرع. ويا حظكم يا اهل الروضة بفرعكم الرابع، وقريبا في فروع جديدة. ركز على الباكجينج. تخيل ان الوجبة عندهم ب20 ريال بس. يا سلام. دجاج الشواية والرز البشاور. تخيل ان الدجاج اللي يقدمونه فريش ومحلي. مايعه مرة. وركز على حبة الرز. نستري يحبوا قلبك. دقوس، هذا شكله نار. طحينة، دجاج الشواية، اهم شيء الكشنة. لذعة الحبحر مو بمرة حار. اللي جاز لي برزمار ان الصوصات يزينون بابتكارهم، يعني بتذوق شيء لذيذ. ملوخية، هذه اللقمة اللي توسع الصدر. اللي يحبب بالبشاور انه خفيف، تبتل تاكل ما تشبع. اوبا يا سلام. رز بخاري على دجاج على الفحم. يا تارك الرز، تذكرت الصوتية؟ يا ساتر. يوه تزعلات. السلطة الحارة اهم شيء مع البخاري. يا ساتر حبيبي. ليمون. هذه الوجبة اللي تبي تستمتع بغدا الظهر، ما في مانع يصير عشاء زيي. ترى رزمار لا تحسبه بس يقدم لك رز، يقدم لك الأصناف الشعبية كلها. يا سلام. والحين وقت التحلية. وهذه المهلبية. تدرون ان رزمار عندهم تطبيق يوصلون لكم اي مكان انت موجود، تراه يوصل لك. واذا جيت تطلب عن طريق الرقم الموحد يخدمونك بعد. هذه لازم تطلبونه. الحمد لله، مطعم رزمار، المطعم اللي يخليك من تستلم وجبتك لما تاكل لما تخلص وانت مستمتع بالاجواء الحلوه. يجهزون لك الطلب او يوصلون لك للمكان اللي انت تبيه، وعندهم رقم موحد يخدمونكم عليه. متاكد بيصير خياركم الدائم. تبون الصراحه؟ يستاهل التجربه.